السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا فيديو جديد إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن ماتشين، ماتش الأهلي وفيوتشر والزمالك والبنك الأهلي. خلينا نبتدي الأول بالزمالك والبنك الأهلي بأن هو الماتش اللي اتلعب الأول آه يعني نفس الكلام اللي احنا قلنا في ماتش الزمالك وبيراميدز هيتقال تقريبا هو على ماتش الزمالك والبنك الاهلي. الفرق الوحيد بين الزمالك هنا والزمالك هنا ان الزمالك في ماتش بيراميدز ان هو قدر ان هو يجيب الجون بدري، والزمالك قدام البنك الاهلي قدر ان هو يجيب الجون متاخر. لكن شكل الفريق تقريبا هو الميكو كمان كان اسوء النهارده شويتين، في تراجع على المستوى الفردي لبعض اللعيبه زي احمد سيد زيزو عمل اسيست رهيب جدا، وفي كوره برضو لعبها حلوه كانت لاسامه نبيه فاتت من تحت رجله. دي كانت كوره كويسه برضو، كان ممكن يستغلها بشكل احسن من كده. لكن برضو يعني زيزو مش ده زيزو بتاع السنه اللي فاتت اللي كان مكسر الدنيا، ففي انخفاض في مستوى زيزو بعض، بالاضافه الى ان تحس ان اللعيبه مريحه. يعني مش عارف، يعني احنا كنا السنه اللي فاتت كنا بنيجي نتكلم اهو يعني اخر الموسم وطلع مواسم واللعبه مش قادره وتعبانه، تمام مفيش مشاكل. منتخب مصر راح يلعب معرفش في ايه وحوارات كتيره قوي اخترعوها كده، فقلنا تمام مفيش اي مشاكل. لكن طب دلوقتي انت لسه بادئ موسم، كملتش اول 10 جولات حتى، لسه انت لسه في الجوله السابعه دي وبتلعب بكل هدوء في الماتشات، مش بتلعب ووراك ضغط زي اللي كان بيتلعب السنه اللي فاتت. فبصراحه الشكل اللي انا شايفه من لعيبه الدوري المصري حاليا ده يعني ملوش اجابه، يعني شكل غريب وعجيب من لعيبه الدوري المصري. نرجع تاني بقى لماتش الزمالك والبنك الاهلي. في ماتش بيراميدز كنت عايز اشوف اللاعب يوسف حسن يطلع وينزل مكانه اللاعب سيف الدين الجزيري، وده بين لنا ان مفيش فرق بين الاثنين الحقيقه، وكان فيريرا عنده حق في النقطه دي ان هما الاثنين شبه بعض، بس مش الاثنين يلعبوا مع بعض. يعني مش عارف، يعني كنت شايف ان دي غلطه، ممكن ما كانش ينفع الاثنين يلعبوا في نفس الوقت لان هما الاثنين شبه بعض قوي. انا ما بحبش ان يكون في لاعبين شبه بعض قوي يلعبوا في نفس المباراه جنب بعض. حتى في المنتخب في افريقيا كانت 2019 2000 اللي كانت عندنا وطلعنا منها دي من دور ال 16 دي، المهم يعني كان ساعتها محمود علاء في اعلى مستوى ليه وفي افضل اداء ليه. ساعتها انا طبعا كنتش لسه فتحت قناه يعني، بس ساعتها كنت انا شايف ان ما ينفعش محمود علاء واحمد حجازي يلعبوا في نفس الوقت، ان يعتبر الاثنين شبه بعض ومحمود علاء في افضل احواله، انا بتكلم ها تمام. فدلوقتي يعني انا ما بحبش فكره ان هو، فدلوقتي انا ما بحبش الفكره ان هو يكون في لاعبين شبه بعض يلعبوا مع بعض في نفس الوقت، لان انت كده كانك بتلعب لاعبين في لعب واحد، هي فاهم. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده العشوائيه في لعيبه الزمالك، زي ما انا اتكلمت في ماتش بيراميدز قلت لك ان الزمالك بقى بيعاني من عشوائيه كبيره في طريقه اللعب. اللامركزيه اللي عاملها فيريرا كانت حاجه كويسه في الاول، ودلوقتي انقلبت ضده وبقت ضده تماما الحقيقه. لكن يعني مش عارف، الزمالك قادر ان هو يكسب النهارده، ده شيء كويس ومهم جدا، لكن يعني زي ما انا بقول شكل الفرق اللي بتلعب في ابطال افريقيا مش حلو. الزمالك واهلي وفيوتشر وبيراميدز، فيوتشر النهارده قدر ان هو يتعادل مع الاهلي، ده شيء كويس بصراحه بالنسبه للفيوتشر وب 10 لاعبين برضو يعني، فيعتبر الاداء كان حلو مش وحش بالنسبه للخصم هو النادي الاهلي. وكمان الاهلي بالاضافه لدوري افريقيا فهو طلع لك كاس عالم الانديه، لازم اللعيبه ترجع تاني فورمه. انا مش فاهم اللعيبه كانها لسه في اول اسبوع، مش عارف في ايه. بالنسبه لنادي البنك الاهلي فانا عندي تعليق على لاعب فيهم اللي هو كريم بامبو، الناس اخدت بالها منه واتكلموا عليه. في لاعب تاني اللي هو ناصر منسي، ايوه هو ده، كنت ناسيه اصلي فافتكرته دلوقتي. المهم لاعب ناصر منسي ده لعيب برضه لفت انتباهي، اتحرك بشكل كويس جدا، لعب الكوره من الكورتين اللي راح بيهم كريم بامبو، الكوره الاولى اعتقد اللي عواد ما عرفش جابهم ازاي الحقيقه يعني تصديين ولا اروع الحقيقه من عواد، من الاثنين كانوا من كريم بامبو. فبس يعني مفيش حاجه حابب اقولها عن ماتش الزمالك والبنك الاهلي. نيجي بقى لماتش الاهلي والفيوتشر اللي انتهى بتعادل الاهلي 1-1. طبعا زي ما انا قلت الاهلي اداؤه مش كويس، في بعض النقط اللي عايزه تتعدل يعني. انا عارف ان الاهلي لسه متصدر الدوري، عارف ان الاهلي كان ممكن يكسب بضربة جزاء لو كانت دخلت في الاخر، لكن انا بتكلم في عموما في اخر فتره، مش الماتش ده بس ولا الماتش اللي قبله حتى، فاهم؟ حتى من ساعه اللي هو ماتش كاس مصر بتاع المقاولين العرب الاهلي وحش قوي. فهل معنى الكلام اللي بقوله ده ان كولر وحش؟ انا ما قلتش ان كولر وحش، كولر مدرب على اعلى مستوى، لكن في بعض النقط اللي عايز يعني يعدلها. بالاضافه لكده ان هو ما خسرش لسه ولا ماتش، ده شيء قوي جدا يعني ليه، فاهم قصدي؟ لكن انا بتكلم في الفكره الاداء والشكل. انت هتلعب بعد كده ضد فرق، خاصه في كاس العالم للانديه، ضد فرق مش هتسمي عليك. انت الانخفاض في المستوى اللعيبه عندنا يعني شامل الدوري المصري كله، فعشان كده الدنيا مقضيه بعضها، فاهم انت قصدي؟ لكن انت لما تيجي تلعب بقى ضد فرق افريقيه زي سان داونز او في كاس العالم للانديه فمش هيرحموا. عشان كده دي نقطه يعني لازم الدنيا تتحسن فيها اعتقد.
لسه قدامه وقت يعني يعدل براحته والدنيا يعيد ترتيب اولوياته يعني. بالنسبه بصراحه لفيوتشر يعني شيء يحسب ل اسمه ايه ماهر ده، اسمه علي ماهر صح، ان هو ما حسسش الناس ان هي بتتفرج ان في لاعب ناقص من نادي فيوتشر خالص. بجد والله اشك ان في حد حس ان لعيبه فيوتشر ناقصه واحد. بالنسبه للتعديلات اللي عملها بعد ما اللاعب عمر كمال ما اتطرد، اعتقد هو عمل تعديلات كويسه جدا ويقدر ان هو يحافظ على تماسك لعيبته وتماسك الفرقه عشان خاطر يخرج بشوط اول كان ممكن النتيجه توسع فيه، فقدر انه يخرج ب 1-0. شوط تاني قدر ان هو يقلب النتيجه او يتعادل بمعنى صح مش يقلب النتيجه، وقدر ان هو يعني يسيطر على الماتش لحد ما. وهنرجع برده لنفس الكلام اللي انا قلته في ماتش الاهلي والاتحاد، قلت لكم من مشكله الاهلي لما بيريح يعني هو بيجيب جون بيهدى بقى، فاهم يعني في فتره كده للاهلي الريتم فيه بينخفض بطريقه يعني صعبه قوي. هو بصراحه ما فيش فرقه في العالم هتلعب بنفس الريتم طول ال 90 دقيقه، لكن انا بتكلم انك لما تنخفض الريتم بتاعك سيطر عليه شويه يعني. الاهلي بيريح، او بصراحه هدف التعادل بتاع فيوتشر جه لما بدا الاهلي يفوق يعني. هو يعني بالنسبه للكوره بتاعت فيوتشر فهي غريبه الحقيقه يعني، في بطء غريب حصل في الهجمه بتاعت فيوتشر دي من محمود متولي ومن الشناوي ذات نفسه. هدف التعادل يعني ما مش عارف الاثنين مستنيين ايه الحقيقه يعني. اعتقد كده ده التفسير الوحيد اللي انا هقوله، ده ان هو ان محمود متولي اعتمد على الشناوي والشناوي اعتمد ان محمود متولي هيطلع الكوره، فبالتالي اللاعب استغل الكوره واستغل الخطا ما بين الاثنين وقدر ان هو يسجلها. انا فاهم ان هي الكوره يعني تبان لك ان هي يعني صعبه على الشناوي، لكن المفروض القرار يكون اسرع من كده سنتين. نفس الكلام برضو، طب لو الشناوي يعني كان سرحان سنه فالمفروض محمود متولي يطلع الكوره، فالغلطه من الاثنين بصراحه. فبس كده خلاص بكون انتهى الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وعجبكم تدوسوا لايك، وانكم تشتركوا في القناه مش مشتركين. شكرا لكم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.